كريستال. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الكيكه القمر دي بالكريم شانتيه والشوكولاته من غير شوكولاته، بجد تحفه. هتعملوها وهتدمنوها. وعملت اكبر صينيه ببيضتين، طريقتها سهله والمكونات بتاعتها سهله. تعالوا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحضر كوبايه لبن وكوبايه سكر وكوباية زيت ونص كوباية كاكاو. هناخد المكونات كلها وعلى الخلاط هنحط كوباية الزيت وكوباية اللبن وكوباية السكر ونص كوباية الكاكاو، وهنضرب المكونات دي كلها في الخلاط لحد ما تبقى معانا الشوكولاتة بالشكل دوت. لو لقيناها خفيفة ممكن نزود معلقتين زيت. بصوا تبقى بالشكل دوت. هناخد كوباية الشوكولاتة دي وهنحطها في التلاجة، وناخد بقية المكونات ونحطهم على جنب، وهنحضر كوبايتين دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر ونص معلقة ملح. المكونات الجافة هنحطها مع بعض ونقلبهم كويس، وهناخد الصوص بتاع الشوكولاتة اللي عملناه في الخلاط وهنحط عليهم بيضتين وكيس فانيليا بودرة او سايلة اللي موجودة عندكم، واخر حاجة نص معلقة خل. الخل بيخليها هشة وطرية وجميلة. هنضربهم تاني في الخلاط، بعد كده نصبهم على الدقيق والبيكنج باودر، وهنضرب المكونات كلها بالمضرب اليدوي بالشكل دوت. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقيت القوام بتاع الكيكة تقيل فزودته، ممكن تزودوا نص كوباية لبن. أنا هنا زودت نص كوباية مية وقلبته لحد ما بقى القوام دوت. وهنحضر الصينية بتاعتنا الجميلة وهندهنها مادة دهنية. انا هعمل الكيكه في الصينيه الكبيره دي، انتوا حابين السمك بتاعها يبقى عالي ممكن تجيبوا الصينيه اصغر. انا مش حابه السمك بتاعها يبقى عالي قوي. هنصب الخليط كله في الصينيه وهنفرغ الهواء من الكيكه بالشكل دوت، وهنولع الفرن تسخن وهندخله الكيكه في الفرن وهي نص ساعه بالظبط وهتلاقيها استوت. هنحضر هنا الكريم شانتيه. هنحط نص كوباية مية متلجة وعليهم كيس كريم شانتيه وهنضربهم بالمضرب الكهربائي. لحد ما القوام يتقل بالشكل دوت. بصوا بقلب الطبق ازاي ما بيتقلبش. وهنحط عليهم من صوص الشوكولاته اللي عملناه معلقتين وهنرجع نضربه تاني. لحد ما يوصل للقوام ده واللون ده. بصوا دي اسهل طريقة للكريم شانتيه. وهنطلع صينية الكيكة من الفرن ونحط عليها وهي سخنة كده نص كوباية لبن، وبعد ما تبرد الكيكة هنجيب الكريم شانتيه من التلاجة وهنفرده عليها بالشكل ده ونحطها في التلاجة تاني. واخر حاجة هنصب عليها الصوص الشوكولاتة اللي احنا عملناه. بصوا بجد دايبة دوب، بجد طعمها تحفة جدا. جربوها هتعجبكم. بمكونات بسيطة عملنا احلى صينية جاتو شاتو او كيكة بالكريم شانتيه شوكولاتة. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبهكم.